اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. النهاردة معانا فيديو جديد ويوم من أيام رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وفطار النهاردة نشوف هنعمل ايه مع بعض. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. أول حاجة معايا كده احنا حطينا في الخلاط حوالي 4 فصوص أو 5 فصوص من الثوم، و3 حبات من الطماطم، وبصلتين، وجرن من الشطة، وواحد فلفل بارد، وكمان ليمونة متقشرة. وهنضيف عليها شوية زيت، حوالي ربع كوباية صغيرة كده، وحوالي ربع كوباية خل. وهناخد حوالي معلقتين كبار من الكاتشب، ومعلقتين كبار من المستردة، وكمان ضفنا جزراية في الخلاط قشرناها وقطعتها صغير كده. واخدت كمان ورقتين من اللورة، وربع معلقة صغيرة من الجنزبيل. ومعايا كيس المرقة الفورية دي بخلي تتبيلة الفراخ جميلة جدا. وهاخد حوالي نص كوباية كده من اللبن، ده لبن رايب يعني مش حليب عندي. اخدت منه نص كوباية. هنظبط الملح، وبعد كده هنضيف التوابل اللي هنضيفها مع بعض. هاخد كده نص معلقة مليانة من الشطة، وكمان نص معلقة من الكركم، من كل حاجة كده نص معلقة صغيرة، وكاري، وكمان حبهان هناخد منه بس طرف المعلقة عشان ما يمررش، يعني ربع معلقة صغيرة، ومعلقة من البابريكا. وكمان هناخد ربع معلقة من الجرفة المطحونة، ونص معلقة من الكمون، من كل حاجة كده نص معلقة، وكمان معلقة من الفلفل الأسمر معلقة صغيرة، ومعلقة من الكزبرة بتخلي ريحة الفراخ جميلة جدا. هنفرم كل التوابل اللي حطيناها دي، بصل وطماطم وجزر وفلفل وتوم وليمون والملح الكاتشب والمايونيز، ولو في مستردة جميلة بحبها في التتبيلة جدا بس للأسف ما كانتش موجودة، والجنزبيل والجرفة وكمون وكزبرة وفلفل أسمر وكركم وكاري وبابريكا وحبهان مطحون. ونظبط الملح ومكعب مرقة. اللهم صل على سيدنا محمد. وكل التوابل اللي ضفناها دي والخل والزيت، فرمنا كل التتبيله ديت. وهنجيب الفراخ هنعمل لها فتحات كده علشان تشرب من التتبيله، وهننزل عليها بالتتبيله اللي عملناها نقلبها كويس. بصوا التتبيله تحفه، ريحتها وطعمها حاجه كده ما شاء الله عليها. يعني دي من اكتر التتبيلات اللي انا بحبها. وكمان لو في طحينة او مستردة بتضيفيهم بيدي اضافة وطعم جميل جدا للفراخ. قلبناها كده في التتبيلة، هنغطي عليها ونسيبها. ده كان لسه حوالي الساعة 1 الظهر. شلتها كده على جنب، وجبنا اللبن الرايب كان عندي في التلاجة، وهناخد عليه شوية مية سخنين علشان ندفي بيها اللبن علشان هو طالع من التلاجة ساقع. فدي مية سخنة في الكاتل، هناخد شوية ندفي بيها اللبن، هنخليه يا دوبك فاتر كده ما يسخنش على الاخر. وبعد كده هننخل شوية دقيق، هناخد معلقتين كده من السكر ورشة من الملح، وهناخد نص كيس الخميرة ده علشان مش هعمل عيش كتير. هنعمل شوية عيش طراي كده للفراخ، وهنعدي الأكلة كده ناشف النهاردة. اللهم صل على سيدنا محمد. هدوب الملح والسكر والخميرة، وبعد كده هضيف شوية ماء كمان. وهنخل حوالي يعني كيلو او كيلو، يعني حوالي 2 كيلو من الدقيق. بعد كده حسيت ان هما يعني شوية صغيرين جدا، فضفت شوية مية كمان، واخدت كمان حوالي طبقين او 3 من اللي انتوا شايفينه في ايدي ده من الدقيق. بعد ما نخلت دول، يعني انا نخلت دي وهاخد واحدة زيها كمان، وحسيت ان هما شوية صغيرين. اللهم صل على سيدنا محمد. فهاخد كمان شوية زيهم كده، وهاخد شوية مية. يعني قلت نعمل الاكل النهاردة كده ناشف، يعني ما فيش رز ولا حاجة. هنشوي الفراخ وهنعمل عيش طري، وهنعمل سلطة، ونعمل شوية حاجات كده جنب الفراخ، تحبيشة حلوة. بصوا ما شاء الله، يعني عايزة اقول لكم والله العظيم من اول رمضان
يعني سبحان الله، يعني الاكل فيه بركة وفيه طعامة، وبصوا تحسوا ان الاكل سكر كده، يعني تاكلوا مش تشبعوا من الاكل. ما شاء الله، يعني الشهر كريم وخيره كتير، وربنا يا رب يعود الايام بخير على الامة الاسلامية جميعا، وكل سنة وكل الامة الاسلامية طيبة وبخير يا رب. بصوا حتة العجينة دي كده زي ما انتوا شفتوها، لتتها لتة مظبوطة. وده دقيق بلدي، دقيق من البيت البلدي. هغطيها وهسيبها تخمر. انا عجنتها حوالي الساعة 2 او 2:15، وعلى الساعة 3:30 لقيتها خمرت وبقت ما شاء الله عليها. بصوا معايا 3 حبات من البطاطس. حبيت اجرب ان أنا اعملهم شيبسي على المبشرة. هي بتعمل صراحة ورقيقة وكل حاجة، بس بتهري زي ما انتوا شايفين كده، مش عارفة اطلعه عليها سليم. يعني اول مرة اجربها، هي حامية وبتقطعه كل حاجة، بس مش بيطلع يعني الشيبسية واحدة كده، بتطلع مهري ومتكسر. فشلتها، قلت لا كده هنهري حبة البطاطس كلهم. وبعد كده عملته بالسكينة على ايدي. بصوا يعني يا دوبك السكينة ماشية بتجيب شرايح بسيطة خالص. بصوا سمكها ورقيقة ما شاء الله عليها حلو. عملتهم كلهم بنفس الطريقة. ومعايا هنا في الصينية دي كده حبايتين بطاطس. بصوا الشيبس اهوت، وحطيت عليه غسلته كويس، وحطيت عليه ميه وملح وشويه شطه صغيرين كده، ايه يدوله طعم سبايسي شويه. بعد كده معايا في الصينيه ديت طماطم وبصل وبطاطس وجزر وفلفل بارد وفلفل حار. قطعتهم طرنشات زي ما انتم شايفينهم كده، وهناخد عليهم شويه من التتبيله. هنقلبهم في بعض، وبعد كده هرص عليهم الفراخ واغطيهم، وسبتهم كمان ساعة. يعني كان لسه بدري، بس حطيت الفراخ على البطاطس علشان البطاطس تشرب من طعم التتبيلة وتكون مطعمة وحلو. بصوا عايزة اقول لكم كان طعم الفراخ والبطاطس تحفة، يعني ما شاء الله والله. يعني بصوا ريحتها وطعمها جميل جدا. هغطيها، هنزل التتبيلة كلها عليها، وهغطيها بورق زبدة والسلوفان، وهسيبها برضو شوية على ما اخلص العيش. انا اول ما بدأت في العيش كانت الساعة حوالي 4، فحطيتها على البوتاجاز وهديت عليها النار خالص، نار بسيطة، وسبتها على البوتاجاز لحد ما خلصت العيش دخلتها الفرن. هغطيها واسلفنها كويس علشان تستوي معايا. الفراخ دي يعني حجمها كبير، مش فراخ صغيرة. انا ما بحبش الفراخ الصغيرة حتى لو هشويها، مش بحب الفرخة الصغيرة خالص. فدايما يعني بسيبها اللي هي وزنها تقيل شوية. بصوا العيش كان هنا خمر. هرش رشة بس من الدقيق كده على الصينية علشان نقطع عليها العيش، وهنقطعه. بصوا ما شاء الله عليه، انا بصيت عليه قبل كده. كنت جاية اعمله وانا داخلة العصر اذن، فقلت لا اصلي العصر الاول وبعد كده اجي اعمله. بصوا اعمليه كور صغيرة زي بالحجم اللي تحبيه، كور صغيرة كور كبيرة زي ما تحبي. عايزة اقول لكم يعني ما شاء الله عليه، هو طري وطعمه حلو. بس انا يعني يعني فردته شوية زيادة عن اللزوم، ما خليتش ليه سمك، فما كانش جابب الجببان اللي هو الكامل يعني. بس ما شاء الله طري وطعمه جميل جدا. يعني عايزاه يطلع نافخ كله معاكي كده وحلو في الفرن. تسيبيه سمكه تخين شويه. قطعت كل الكميه اللي معايا، يعني حلوين، مش شويه صغيرين ومش كتير، يعني حلوين. فطرنا واتسحرنا منهم، والباقي دخلته الفريزر وسبته اليوم تاني. باخد منهم كده. قعدت حطيت الطبليه دي. بصوا انا كنت بلف الصينيه بشوف اللون اللي انا مقطعاه الاول اخد منه. الطبلية اللي في ريحي دي فردت عليها الملاية دي نضيفة، يعني عاملاها للعيش بس. بحط عليها بعد ما بفرد. وبعد كده بتني الملاية طبقات، واحط طبقة فوق طبقة كده، ما بين كل طبقة وطبقة الملاية بحطها. انا بفرد صغير الاول، وبعد كده بجيب السهير هتجيب لي اللي هي العجلة.
فردت بيها فردانها حلو ما شاء الله عليها بتفرد. بس مش ما حسيتش بسمك العيش، يعني بايدك بتحسي بسمك العيش احسن. بتعرفيه اذا كان سميك او رفيع. بس هي ما شاء الله عليها يعني فردته حلو ومدور وبسرعة. فردت بيها زي ما انتوا شايفين كده، وبقيت احط على الملاية. بعمل شوية بشوية صغيرين، اعملهم يعني نص فردة، وبعد كده يكونوا ارتاحوا معايا عشان يكونوا سهلين في الفرد. وبعد كده بفرد بالعجلة الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. واللي ما اشتركش لسه في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد. وتحطوا اللايك للفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنسوش اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. وكل سنة وانتوا طيبين كده يعني. رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب. بصوا يعني هو أيامه بتعدي تجري، يعني بصوا عدى النهاردة 4 رمضان، يعني في لحظة كده بعده مش بنحس بيه. يا رب اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النار، وبلغنا فيه ليلة القدر يا رب، اللهم آمين يا رب. بصوا انا ولعت الفرن يسخن ومسحته كويس علشان كنت شوية فيه سمك. مسحته ونضفته بالمية. وبعد كده حطيت فيه العيش وهو سخن، بهدي النار من تحت وبعلي من فوق. اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا العيش ما شاء الله هو جابب وكل حاجة وطري، بس مش جابب يعني مش بيتنفخ كله كده. دي غلة من اول نمرة، يعني بيضة ما شاء الله عليها بيضة. وحلوة جدا في الخبز والحاجات دي. مش بياخد وقت في السوا، تهدي النار من تحت خالص وبتعلي من الجناب من فوق، وبيطلع على طول، ما باخدش وقت في السوا علشان يفضل طري ما ينشفش في الفرن. يعني لو هديت النار بيطلع ناشف. انا كنت هنا بشطب كده، يعني محبتش اطول عليكم الفيديو. كنت في الاخر كان فاضل تقريبا حوالي ساعة او ساعة ل5 دقايق على المغرب. كملنا بقى في المطبخ. بصوا العيش اهو ما شاء الله عليه طري جميل جدا. دخلت البطاطس في الفرن بعد ما خلصت العيش، كانت اخدت نص سوا على البوتاجاز. وده العيش بصوا ما شاء الله طري، وعملنا شوية حلوين. تعالوا نعمل مع بعض طحينة تحفة جميلة جدا. بصوا طعمها احلى من بتاعة المطاعم بكتير، والله يعني مش ببالغ. يعني انا من حلاوتها يعني شوية اتبقى شوية عندهم للسحور، يعني مش كنت عايزة ارميهم خالص. بصوا جبت علبة الطحينة الصغيرة ديت، واخدت عليها شوية صغيرين من الخل. هنلفهم ببعض بتمسك شوية، وبعد كده هنفكها بعلبة زبادي. وهناخد عليها مية. انا عادي طبيعي بعملها على طول بمية ساقعة عادية، فكان عندي المية دي في الكاتل يعني سخنة فترة شوية، عملت بيها. هنفك بيها وهناخد نص ليمونة، هنعصر عليها نص ليمونة بس مش اكتر. وهنجلب بالمضرب كويس علشان نفكها. وهنضيف المية واحدة بواحدة لحد ما توصل للقوام اللي احنا محتاجينه. هاخد رشة صغيرة من الكمون، ورشة من الكزبرة، ورشة من الفلفل الأسمر، حاجة بسيطة خالص، وشوية من الشطة والملح. وهنجلبها كويس لحد ما توصل للقوام اللي احنا عايزينه. عايزة اقول لكم طعمها تحفة، يعني عايزة تاكليها بالمعلقة كده. والشطة مديها سنة سبايسي تحفة. بصوا القوام بتاعها. هنشيلها وهنعمل التومية السريعة كده من غير نشا ومن غير اي حاجة. على دي التومية دي على طريقة اختي، هي اللي بتعملها. يعني بتعلمها منها الطريقة دي. انا بحب اعملها بالنشا، بس دي حلوة برضو طعمها حلو وسريعة. مش محتاجة انك تعملي نشا على النار وتسيبها تبرد وكلام من ده. اخدت حوالي 5 فصوص كده من التوم صغيرين، وعليهم 3 علب من الزبادي. وهناخد من المايونيز ده حوالي كوباية من المايونيز. وهنظبط الملح وسنة صغيرة خالص من الفلفل الأسمر، يعني حاجة لا تذكر. وبس مش عليها أي إضافات تاني. اللهم صل على سيدنا محمد. اخد علبة كمان من الزبادي، يعني حسيتها تقيلة شوية والمايونيز بتاعها كتير،
فضفت كمان كوباية من الزبادي تحفة، ولادي بيحبوها جدا، يعني بيقولوا انت عاملة شوية صغيرين. بصوا القوام بتاع التومية، معلش ايدي مدارية على الكاميرا، ما خدتش بالي. شيلنا ده على جنب وهنعمل العصير. الابلة صغير طبعا كانت بتساعد معانا، كانت بتعمل السلطة، كانت قاعدة على الارض بتعمل سلطة خضراء. اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل عصير برتقان، ده برتقان من البلدي اللي هو الحادق. كان عندي صراحة بقاله فترة، فقلت نستغلهم هيبوظوا خسارة فنعملهم عصير. فرمت العصير زي ما انتوا شايفين كده، حطيت عليه ميه وسكر بس. انا طبيعي بحب العصير اللي فريش، بعصر البرتقال على العصارة، بس ده عايز كمية فما كانش فيه كمية تكفي، ففرمتهم في الخلاط زي ما انتوا شايفين بالميه والسكر، وهنصفيه بالمصفى. ما شاء الله عليه طعمه جميل جدا. صفيته وشيلته، وبعد كده عملنا عصير الكنتالوب او الاناناس، برضو صفيته، وده كان فطارنا النهارده. حمرنا الشيبسي ومايونيز وكاتشب والطحينه والفراخ المشويه وسلطه والعيش الطري.